مباشرة الدكتور حسن لدعجة، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. بكم. دكتور حسن، أهلا وسهلا بكم ومساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. إذن ونحن نتحدث عن النيجر، آخر التطورات في هذه الأزمة معك بالتأكيد، تفضل. نعم، أزمة النيجر هي أزمة إقليمية تتوسع بامتياز، بحيث أن دول الإيكواس مختلفة تماما في قضية اتخاذ موقف محدد، رغم اتخاذها الموقف القاضي بتسوية النزاع من خلال الأدوات السياسية، وأن اللجوء إلى الحرب هو سيكون آخر الخيارات. ولكن مع ذلك هناك دول تعارض هذا الحل مثل مالي وبوركينا فاسو، وأيضا دول من خارج مجموعة الإيكواس مثل الجزائر وليبيا، خوفا من توسع هذه الأزمة أو هذه الحرب التي قد تطول مجموعة من الدول، والتي قد تخلق فوضى تترك فراغا في السلطة، ومن ثم السماح للجماعات الإرهابية للتمدد في هذه المنطقة، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المنافسة الدولية بين روسيا وفرنسا. ورأينا كم من دولة قد أبعدت القوات الفرنسية والنفوذ الفرنسي عنها واستبدلتها بقوات فاغنر أو النفوذ الروسي، والتي تسعى إلى تغيير النمط السائد في تلك الدول، لأن دولة مثل النيجر تعتبر من أفقر الدول في العالم، لا رغم أنها تمتلك أثمن المعادن مثل اليورانيوم والفحم والمواد الأخرى. وهذا يدل على قضية إبقاء الغرب لهذه الدول دون تنمية مستدامة صحيحة مستمرة، وإبقاء حاجة هذه الدول إليها. فعلما أن النيجر تتلقى ما يقارب 2 مليار دولار مساعدات سنويا من الدول الغربية، وهذا يعني مفارقات عجيبة، أنها دولة تمتلك من المواد النادرة والثمينة جدا، ومع ذلك هي تتلقى المساعدات. هذا خلل أوجده الاستعمار الفرنسي سابقا والسيطرة الفرنسية، وكم شاهدنا الكثير من المظاهرات التي تؤيد الانقلاب في النيجر وترفع الأعلام الروسية بسبب الوعي والإدراك الأفريقي والمواطن الأفريقي لما تقوم به الدول الاستعمارية السابقة في دولهم. نعم دكتور حسن لدعجة، ونحن نتابع هذا الملف. تصريحات كانت قد أتت من قبل وزارة الخارجية الروسية، التصريحات كان فحواها بأنه تفعيل قوى احتياطية تحسبا لتدخل عسكري محتمل في النيجر. إذا ذهبنا بهذا الملف وتوقعنا بالفعل بأنه قد نشهد تدخل عسكري في النيجر، كيف يمكن أن يلقي تداعيات هذا الملف، كيف يمكن أن تذهب بتأثيراتها على العالم، ولنقول أيضا على الأردن في 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 بلدنا، وأنت تعلم بأنه أي أزمة خارجية عالميا يتأثر الأردن بأي معطيات أو أي ربما مخرجات تحدث. برأيك كيف يمكن أن يتأثر العالم في حالة التدخل العسكري وتحديدا الأردن؟ أنا باعتقادي أن التدخل العسكري وإن تم الإعلان عنه، إلا أنه سيكون صعب من الناحية القانونية حسب ميثاق الأمم المتحدة. فكيف لمجموعة دول أن تقر تدخلا عسكريا في دولة ذات سيادة مهما حصل بها من أحداث؟ هذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن للسماح بذلك التدخل. وكما ذكرت في التقرير أن الاتحاد الروسي ووزارة الخارجية الروسية ترفض هذا التدخل وتحذر من تداعياته على المنطقة الإفريقية والعالم. وبالتالي أنا باعتقادي أن التدخلات العسكرية لن تكون متاحة بالصورة العملية الاستراتيجية على الأرض الواقع، وأنها تريد كما تدعي بأنها لن تحارب النيجر، وإنما سوف تحاول مهاجمة القوة الانقلابية. وهذا من الصعب التفريق بين قضية الحرب على شعب أو دولة وبين الحرب على القيادة الانقلابية التي أصبحت أمر واقع وفرضت الأمر الواقع في هذا المجال. أما قضية تأثيرها عالميا،
نعم. فإن مجموعة الإيكواس لا تملك وحدة الموقف في هذا الجانب. هناك مالي وبوركينا فاسو ترفض هذا الأمر بتاتا، نعم. وقالت بأنها ستصطف إلى جانب النيجر في هذا المجال. نعم. وهذا يضعف من الوحدة القرارية والاتفاق على إرسال قوات. كذلك فرنسا ادعت بأن نيجيريا ستقوم بإرسال ما يقارب 250 ألف جندي، لكن مجلس التشريع، السلطة التشريعية في نيجيريا رفضت إرسال قوات إلى النيجر وهي ستتأثر بذلك. أما تأثيراتها عالميا فإنها تأثير على قضية التأثير العالمي له علاقة بتعدد الأقطاب، تصارع النفوذ الروسي الصيني في هذه المنطقة مع الولايات المتحدة والغرب. ما نشهده في السنوات الماضية أن هناك في انسحاب أو لنقل رفض للنفوذ الغربي وطرد العسكريين الفرنسيين في أكثر من دولة، وبالتالي هذه واحدة من الدول التي سعت وتنحى إلى ذلك وتطلب من القوات الفرنسية المغادرة من النيجر. هذا الأمر كله يؤثر على العالم، وبالتالي تأثيره على العالم ما يؤثر على العالم يؤثر على الأردن، لأن ذلك له علاقة بقضية الأمن والاستقرار العالمي، والتنمية المستدامة تحتاج إلى استقرار وسلام، والاعتماد المتبادل بين الدول يحتاج إلى الأمن والسلام، وبالتالي التأثير سيكون على الأردن غير مباشر بشكل عام. نعم. إذن كل الشكر لك